نفحات رمضانية من المدينة الفاضلة. شهر رمضان شهر عظيم، شهر تكفر فيه السيئات وتحط فيه الخطيئات وترفع فيه الدرجات، شهر افترض الله عز وجل علينا صيامه وأوجب علينا آدابا من حافظ عليها اكتمل صومه وحقق التقوى التي من أجلها شرع الصيام. فمن آداب الصيام أولا أن يحفظ لسانه عن كل ما هو محرم، أن يحفظ لسانه عن الغيبة، أن يحفظ لسانه عن النميمة، أن يحفظ لسانه عن الكذب والسب والشتم. كذلك من آداب الصيام الحلم وكظم الغيظ، ورمضان يظهر معدن الرجل. إن أردت أن تعرف حال الرجل أهو صبور حليم فانظر حاله في نهار رمضان. وكم من الناس في رمضان وللأسف وكأنه جمرة أخرجت من لهيب نار، يغضب لأدنى سبب، فيجب على الصائم أن يكون حليما صبورا في هذا الشهر المبارك.